بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. من بلد 1,500,000 شهيد نقدم التحية والتهاني للشعب الصحراء الغربية بمناسبة مرور 50 سنة على اندلاع الكفاح المسلح، وكذا النجاح الكبير والمستحق الذي أبهر العالم أثناء احتفالات ذكرى 20 ماي الخالدة. ونحن اليوم نقف في هذا الشهر على سلسلة من التاريخ الصحراوي الناصع والمتمثل في يوم الشهداء الذي فقد فيه الشعب الصحراء أحد أعزة أبنائه وقائد رائدة كفاحة الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، القائد الشهيد الوالي مصطفى السيد. وبهذه المناسبة نترحم على روحه الطاهرة وعموم شهداء الشعب الصحراوي. يشكل تقديم ديوان الشاعر الكبير المرحوم نادي محمد سالم المترجم إلى اللغة الإسبانية وغيره من الكتب مرحلة جديدة لدفء بكفاح الشعب الصحراوي وإسماع صوته للعالم، وعليه نهيب بالجامعات ومراكز البحث العلمي بمزيد من العمل التضامني لصالح القضية الصحراوية العادلة. وأشكر كل من ساهم في هذا العمل النبيل، خاصة المديرية المتخصصة في حفظ الذاكرة الشفهية بوزارة الثقافة التي يشرف على عملها الأستاذ محمد علي لمين. كما أشكر الأستاذ إخوان كارلوس خيمونو وفريقه من جامعة مدريد المستقلة على المجهود الرائع الذي بذلوه في الترجمة. وإننا نؤكد على دعمنا المتواصل للشعب الصحراوي وعملنا الدؤوب مع المديرية المتخصصة في حفظ التراث والثقافة الصحراوية. وشكرا لكم.